بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا حبايب قلبي، وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تفرج بها الهموم وتفرج بها الكروب وتفك بها العقد ان شاء الله. ربنا يا حبايب قلبي يرحمنا من الغلاء والبلاء اللي احنا فيه. ربنا يفرج همومنا وهمومكم. ربنا يفرج هم كل مهموم ويفرج كرب كل مكروب، ويقضي دين كل مدين، ويرفع عننا الغلاء والبلاء ما نحن فيه. يا حبايب قلبي قولوا امين، لعل وعسى تكون ساعة استجابة. رب يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إن شاء الله. بس حبايب قلبي، الفيديو ده آه هنعمل فيه بقى ايه؟ هنعمل فيه كنتاكي، بس كنتاكي بالأجنحة بقى، مش كنتاكي بالفراخ أو بدبابيس الفراخ، لأ. جايبين أجنحة، غسلينها، نقعينها في مية وليمون. بنحط الليمون بالقشر بتاعه في المية عشان طبعا يسحب أي ريحة زفارة. وهنا بنجهز التتبيلة اللي احنا هنحط فيها البانيه. التتبيلة دي عبارة عن حبايب قلبي، هنا بقى حلة محشي جنبي مشكلة، حبة كوسة على حبة فلفل على حبة بتنجان، فقط لا غير. ما عملناش بقى ولا هو ايه ده، لا في كرومبو، في كرومب، معلش يا حبايب قلبي، في كرومب وانا ناسياه. هنعمل بقى التتبيله ايه يا حبايب قلبي؟ عباره عن ايه؟ معلقتين دقيق، على فلفل اسمر، على كمون، على بابريكا، على بهارات فراخ، عليهم مكعب مرقة دجاج، حبة ملح، ما تكتريش، تحطي البهار اللي انت بتحبيه، اي بهارات انت بتحبيها ضيفيها، مش هتقول لا. الكنتاكي بيقبل البهارات، بتديه طعم حلو كده. لو بتحبي الجنزبيل حطيه، تحبي قرفة حطي. انا للاسف عندي العيال ما بيحبوش القرفة ولا الجنزبيل، عشان كده ما بحطهاش. ما تنسونيش يا حبايب قلبي في اللايك والشير. اللي اول مرة يشرفني في القناة بقوله، في قناتي بقوله شرفتني ونورتني. سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك بكل فيديو جديد بنزله. يا رب حبايب قلبي الفيديوهات تنال اعجابكم. يا رب يا حبايب قلبي نشجع بعضنا كده، واحنا مش بنعلم بعضنا استحالة، احنا بنتعلم من بعضنا، واحنا بنشجع بعضنا. انتي قاعدة كسلانة كده، قومي خش المطبخ، شوفي ايه اللي مطلوب منك. تجهزي غدا، جهزي فطار، عندك حبة مواعين تغسليهم، عندك بوتاجاز تمسحيه. يعني ايه، ما اسيبك بقى من البطانية، لانه الشتا كل ما تتحركي فيه هتدفي والله. كنتاكي حبايب قلبي انا عاملاها، كنت عاملاها الحمد لله ومجهزاه من قبلها بيوم، وسبته بايت في التتبيلة زي ما قلت لكم كده. التتبيلة دي، وتضربي بضاية وتعمليها فيه مع الدقيق والتوابل اللي انت بتحبيها. صدقوني يا حبايبي لما بتبات في التتبيلة بتبقى طعمها تحفة. انا جبت الاجنحة والجناح قسمته 2، لان جايبة اجنحة يعني ايه حجمها بسم الله ما شاء الله حلو، مع التتبيلة اللي بايتة فيها، مع التتبيلة الناشفة اللي احنا جهزناها دلوقتي مع بعض. دلوقتي هتشوفوا منظره بعد ما يخرج من الزيت. التتبيلة الجافة دي حبايب قلبي اللي هي عبارة عن معلقتين دقيق، يعني معلقتين 3 دقيق، على حبة فيجيتار أو بقسماط ناعم المتاح عندك. أهم حاجة تضيفي عليهم معلقة نشا، معلقة نشا كبيرة، وتضيفي عليهم معلقة بيكنج باودر صغيرة، واحدة بيكنج باودر صغيرة، معلقة نشا كبيرة،
ما تكتريش اكتر من كده يا حبيبتي، علشان خاطر ايه ما يوديكلكش الطعم في مكان تاني. هنا كده تبلناه خلاص وظبطناه وحاطين الزيت على النار يسخن. الميزة يا حبايب قلبي في كنتاكي، عاوز يتحط على نار هادية خالص لانك انت حاطة الفراخ نية، فعلشان ما تتشعوطش منك وتتحرق منك او تستوي بسرعة وتطلع منك من جوه تكون مش مستوية حلو. وعامة الفراخ البيضة بطبيعتها ما بتستحملش في السوا، ما بتاخدش وقت، حتى لما تيجي تسلق الفراخ تلاقيها ما بتاخدش وقت معاكي في السوا، بل بالعكس لو فرخة بلدي بتاخد وقت. بص حبايب قلبي، وتهزيه كده علشان يديك القرمشة اللي من بره ويديك الفرولة اللي من بره دي. ما تحطهوش في الدقيق وتدوسي وتضغطي عليه علشان خاطر ما يتبططش، لان هو كنتاكي بطبيعته بتحسي كده لما بتمسكي سواء دبابيس او اجنحة او اي حتة. لو جبتي فرخة صغيرة كيلو ونص، بس ما تكونش اكتر من كيلو ونص عشان ما تاخدش معاكي وقت في السوا، وتقطعيها حتت صغيرة، ممكن تعملها على 8 حتت او 10 حتت. برضو هتديكي نفس الطريقة ونفس الدرجة. بس بجد يا بنات كانت بسم الله ما شاء الله عليها تحفة وطعمها جميل اوي. وهي بس فيها ميزة يعني ايه مش حلوة، انها عايزة كمية زيت كبيرة، وفي الظروف اللي احنا فيها دي وازازة الزيت اللي وصلت اكتر من 55 جنيه، طبعا بصراحة الموضوع صعب شوية. عشان كده انا جبت اصغر طاسة عندي، طاسة صغيرة قوي. الطاسة دي ملمومة وحلوة والحروف بتاعتها عالية، جبتها عشان احط زيت غزير فيها. جبت حاجة صغيرة ملمومة عشان يبقى الزيت غويط. فشغلت دماغنا ما نحطش في طاسة كبيرة علشان خاطر طبعا ما تاخدش زيت كتير مننا. شايفين الطاسة اللي انا حاطة فيها صينية يعني ايه زي الطبق بتاع الاكل بس كبير، يعني ايه حروفها عالية. وهو بعد يا بنات ما بطلعه والله قعد بعد ما خرجته من الزيت بتاع ساعة على ما جهزنا الاكل. وطبعا اتغدينا وبعد كده حطينا الفراخ، فضلت زي ما هي ناشفة وجميلة ومقرمشة، والله أكبر عليها، كانت تحفة والله يا بنات تستاهل بقكم. حاولوا اللي ما جربهاش. والمحشي هنا خلاص اهو دخل على سوا، اللي ما جربهاش يجربها في أجنحة يا ستي. هاتيلك كيلو أجنحة، كيلو الأجنحة دلوقتي يعني الحمد لله ربنا يرحمنا ويعافينا ما نحن فيه يا رب، وصل 70 جنيه. الأجنحة اللي كنا لما بتسلقي تجيبي فرخة وتسلقيها، انت واقفة كده تقزقزي في الأجنحة بتاعتها، ويجي عيل يقولك شوفي لي أي حاجة كده، كبدة ولا قنصية ولا أي حاجة كده، تديله جناح تديله كبدة على ما تطلعي الفرخة تبقى من غير أجنحة. دلوقتي كيلو الأجنحة بقى ب70 جنيه. ربنا يرحمنا ويعافينا ويرحمنا من الغلاء والبلاء اللي احنا فيه، لأنه ده كرب وربنا يفكه من عنده إن شاء الله. بقيت بحط يا حبايب قلبي، بحط بالاربع حتت طبعا زي ما قلت لكم الطاسه صغننه، بحط بالاربع حتت. والحته اللي انتوا شايفينها دي نص جناح، مش الجناح كامل، نص جناح والله يا بنات. وطالعين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم تحفه. بجد اكتر حاجه عجبتني ودخلت مزاجي في الاكل اللي انا بعمله كنتاكي ده. وحاجه خفيفه وتغيير عن فراخ بقى وتحمريها التحمير التقليدي كده، مرة تحمرها وتسلقها وتحمريها، مرة تعملي كنتاكي، مرة تشويها، مرة معلقة صلصة كده وتحطيها في الفرن وتظبطي لها بقى حبة البهارات بتاعتها، لأن أهم حاجة البهارات عشان هي اللي بتديك الطعم. والريحة ما أقولكمش بقى، الريحة ما شاء الله بقى عشان التتبيلة اللي أنا كنت مجهزها لها. الريحة بتاعتها كانت جايبة من الشارع. آه يا ريت حبايب قلبي اللي يشوف الفيديو
يقول لي ايه رأيه، يا ريت يعلق لي، يعمل لي كومنت كده. هنا بقى كنا عاملين فراخ بلدي جنبها للناس اللي ما بتاكلش الحاجات دي، فطبعا الفراخ البلدي صعب تتعمل مع كنتاكي، فبنحمرها لوحدها. يا ريت تكتبولي في التعليقات ايه رأيكم في الفيديو، وتكتبولي في التعليقات ارفعوا من الروح المعنوية وادوني حافز يا حبايب قلبي وشجعوني. لان بجد الكومنت اللي انتوا بتكتبوه بيفرق معايا كتير جدا جدا. والله يا بنات بصوا، ما اقولكمش مدى فرحتي وسعادتي لما بشوف حد عامل لي كومنت، وبجد بحس ان انا شايفاكم وبتكلم معاكم وقاعدة معاكم وبتكلم معاكم وشايفاكم صوت وصورة. والله الكومنت بيفرق كتير جدا جدا. عملنا جنبها طبق ملوخية، مرضناش نكتر. ندى بقى هي اللي صممت، هي اللي تعمل التومة طشة بتاعة الملوخية، طشيتها ندى جنب اهي. يا بنتي خرجي، قالت لا انا بحب عايزة اعمل التومة. قلت لها اعملي. عملت التومة جنبي. الملوخية برضو كانت بسم الله ما شاء الله، طبق ملوخية طلع مسكر وجميل. حبة محشي خفاف جنبهم فراخ كنتاكي. ويوم بقى كده ويوم كده وهيعدي، يوم فراخ، يوم حبة عدس، يوم حبة فول بقوطة، يوم تجيبي تعملي بيض وجبنة وتشكلي كده وتظبطي حبة تحابيش والحبة التحابيش دول يا بنات بجد والله بيأكلوا ما شاء الله عليهم. يا ريت يا حبايب قلبي ربنا يكبر بخاطركم في الدارين في الدنيا والآخرة. ادعوا لي يا حبايب قلبي زي ما انا بدعو لكم بظهر الغيب، ادعوا لي بظهر الغيب. ربنا يجعل تعبي بفايدة والقناة تكبر بيكم وليكم ومعاكم وكده. حبايب قلبي نكون خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. وادي كنتاكي ما شاء الله عليها، الفراخ طالعة تحفة.